بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهارده إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان محافظة القاهرة الترم الثاني لعام 2025. طبعا قدامنا خريطة لدولة ألمانيا. رقم 1 مطلوب مني دولة. 1 دولة اسمها دولة بولندا. 2 مدينة اسمها مدينة ميونخ. 3 نهر اسمه نهر إلب. 4 بحر اسمه بحر الشمال. بيقول لي دلل على صحة العبارة التالية: توجد علاقات ثقافية وعلمية بين مصر وألمانيا. أيوة، توجد علاقات ثقافية وعلمية بين مصر وألمانيا، حيث يوجد في مصر هيئة التبادل العلمي الألماني والمركز الثقافي الألماني والجامعة الألمانية ومعهد الآثار الألماني. نشوف الأسئلة اللي بعد كده. رقم ب: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. 1 مصدر طاقة ناتجة عن السدود والشلالات وحركة المد والجزر والأمواج، دي اسمها الطاقة الكهرومائية أو بنقول عليها الكهرباء المائية. 2 محصول يزرع في جمهورية نيجيريا الاتحادية وهي أولى الدول الإفريقية إنتاجا له، ده المطاط. 3 أهم موانئ البرازيل وتشتهر بالمباني الضخمة، ده ميناء ساو باولو. استنتج العلاقة بين كل من انتشار التعليم بدول وسط آسيا وحرفة الرعي. طبعا أدى انتشار التعليم بدول وسط آسيا إلى قلة عدد القائمين أو العاملين بحرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا. عدد السكان والمناخ في دلتا نهر النيجر. طبعا أدى المناخ الاستوائي والظروف المناخية القاسية في جنوب نيجيريا إلى قلة تركز السكان أو قلة عدد السكان في دلتا نهر النيجر. نشوف الأسئلة اللي بعد كده. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. 1 تمثل الدواجن مورد هام لإشباع حاجة السكان من الغذاء، طبعا الإجابة صحيحة، يعني نكتب صواب. وهنقول لأنها طبعا تساهم بمنتجاتها من اللحوم والبيض في سد حاجة السكان من الغذاء. يتركز سكان البرازيل على الساحل الجنوبي الشرقي لها، الإجابة طبعا صحيحة، نكتب صواب هنا، حيث تتركز العديد من المدن الرئيسية مثل ريو دي جانيرو وساو باولو. رقم 3 تصدر الدول المتقدمة خام البوكسيت إلى الدول النامية، هنا العبارة خاطئة، لأن طبعا اللي بتصدر البوكسيت هي الدول النامية، هي اللي بتصدر خام البوكسيت إلى الدول المتقدمة. بعدها 4 يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قارة أوروبا، طبعا إجابة صحيحة صواب، لأن طبعا وقوع أوروبا أو أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة وقصب السكر يزرع في المناطق المدارية الحارة. نشوف الأسئلة اللي بعد كده. صنف المناطق التالية لأقاليم صناعية ينتمي إلى كل منهما. أول حاجة بيقول لي دولة فرنسا، طبعا فرنسا بتنتمي للإقليم الصناعي اللي هو اسمه غرب ووسط أوروبا. إقليم الأورال يقع فيه روسيا وأوكرانيا. البحيرات العظمى تقع في إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. جزيرة هونشو اليابانية تقع في إقليم صناعي اسمه شرق آسيا. بيقول لي بما تفسر صعوبة استخدام الآلات والمكانة الزراعية في الزراعة الكثيفة، طبعا بسبب صغر مساحات الحقول الزراعية. تعد البرازيل من الدول المنتجة للأسماك لامتلاكها لسواحل طويلة على المحيط الأطلنطي ووجود نهر الأمازون. نشوف الأسئلة الثانية. اختر الإجابة الصحيحة. قامت مصر بإغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية 1967، وذلك إحكاما للحصار الاقتصادي اللي فرضته الدول العربية على إسرائيل. تدهورت الحالة الاقتصادية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952، طبعا ده كان بسبب تنفيذ معاهدة 1936 اللي جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية وأثرت علينا اقتصاديا. محكمة العدل الدولية هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا. نشوف الأسئلة الثانية. أكمل ما يلي. أولى الوزارات التي تولتها المرأة المصرية منذ البداية هي وزارة طبعا الشؤون الاجتماعية. إصدار قوانين الإصلاح الزراعي من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي. أصبح لمصر السيادة الكاملة على أراضيها عام 1989 بعد استعادة طابة. ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء العرب بالكويت أثناء حرب أكتوبر 1973؟ طبعا أدى إلى خفض إنتاج البترول وحظر الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 2 التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة في عهد الرئيس مبارك، طبعا ده أدى إلى ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة. بقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد قبل الموعد المحدد له، طبعا إجابة صحيحة، يعني نكتب صواب، لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه وتخلي الإنجليز عنه. 2 بناء مصر لحائط الصواريخ عام 1969 كان في مرحلة الصمود والتصدي، العبارة خاطئة لأن ده كان في مرحلة الاستنزاف والمواجهة.
توجد علاقة بين سياسة بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور وثورة فلسطين عام 1936؟ طبعا الإجابة صواب صحيحة، لأن طبعا أدت سياسة بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور إلى قيام الشعب الفلسطيني بالعديد من الانتفاضات والثورات ومنها ثورة 1936. السؤال اللي بعده، لمن تنسب الأعمال التالية؟ أصدرت أول مجلة نسائية مصرية عام 1907؟ طبعا دي كانت جميلة حافظ. 2. وضع خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل في حرب أكتوبر 1973؟ طبعا ده كان المشير أحمد إسماعيل. الرئيس الأمريكي الذي دعا إلى عقد مؤتمر كامب ديفيد كان الرئيس كارتر. أيد بالأدلة التاريخية صحة العبارات التالية: كان من نتائج فشل العدوان الثلاثي على مصر 1956 تطور العلاقة بين مصر وسوريا، حيث قامت أول وحدة عربية بين مصر وسوريا عام 1958، وده كان من نتائج فشل العدوان الثلاثي على مصر. 2. يوجد تعاون بين منظمة اليونسكو وجمهورية مصر العربية؟ طبعا ساعدت اليونسكو مصر في إنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق، وساعدت مصر في إحياء مكتبة الإسكندرية. وكده نكون حلينا مع بعض امتحان محافظة القاهرة الترم الثاني لعام 2025. امتحان سهل وجميل، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر سيد عثمان.